دستور من قناة دستور في اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ اخباركم؟ مساكم طيبين. معكم عبد اللطيف او دستور. طبعا الشيء اللي وراي هذا ممكن تستغربون منه، اللي هو علم كندا. انا حطيته هنا لان نفس اليوم ونفس اللحظة ونفس الدقيقة كنت في كندا وكنت صايم. المهم ما علينا، اهنيكم بشهر رمضان المبارك من كل قلبي. اتمنى انه بداية جديدة وصفحة جديدة مع ربك. قبل كل شيء يا ريت تصلي على حبيبنا محمد، وثاني شيء سناب شات راح يكون هنا. سو كابتشر، والله سهله. اذا سويت كابتشر راح سناب شات وضيفني عبر سناب كود، اللي هو انك تدخل الصوره. ولا اذا كنت ما تعرف الطريقه هذه وممكن تلخبط، سناب يوزر اللي هو اليوزر حقه راح يكون تحت الصوره، خذها واكتبها في السناب وضيفني. سهله مره. طيب يلا خل اعجل لكم بالموقف، لان الموقف والله جامد. حاول انك تحط لايك وتنشر المقطع بكل مكان، واخر شيء اللي هو الاشتراك. نبغى نوصل 250,000. ما هي صعبة على جيش دستور. الله يوفقكم، ويلا خلينا نبدأ المقطع. أهلا بك يا رمضان، أقبلت بالإحسان. السالفة وما فيها يا محظوظين السلامة، أن مرة من المرات يوم كان عمري تقريبا حول 11 أو 13 سنة، يوم كنت في صف 5 ابتدائي، كنت مكون لي شلة مرة كبيرة مرة شاسعة، تتكون من 7 أنفار. المهم ما علينا، ال7 أنفار هذولا مكونين من جميع العوائل، من جميع الفصائل، لكن كل بشرتنا بيضة إلا واحد منا كذا بشرته شوف انا ما راح اقول، لكن اخاف اجرح ناس، لكن والله اني احب البشره، والله العظيم اني احب البشره هذه التلفزيون شفتوه. المهم انكم فهمتوا يعني. فصراحه انا احبكم، والله اني اعزكم واغليكم، لكن السالفه صارت كذا يعني، لازم اقول كذا يعني، بشرته سمراء او مايله للسواد. anyway، كل من شافني مع هذا الشخص كل يستغرب يعني، غريبه. 6 بيض الا واحد اسود، ليش ما يدرون. حنا من ناحيتنا حنا يا اخوياه كنا متالفين معاه يعني، عادي ما بينا شيء يعني، لكن نظرات الناس هي اللي جذبتنا يعني، هي اللي سوت فوكس، سوت يعني انتباه. بما ان جات مضايقات مره كثيره علي وعليه وعلى كل الجروب، قررنا ان حنا نلقى جواب عشان نغير بشره الشخص هذاك. انا ادري انه ما في قدره بالكون غير الله انه يغير لون هالشخص، او انه يسوي عمليه تجميل زي ما سووه يعني اغلب المشاهير او زي كذا يعني. المهم ما علينا، جلسنا كذا بطاوله مستديره في المدرسه وقمنا نتناقش كيف نخلي هالشخص ابيض. بدت فكره منه وصارت فكره منه وجات فكره منه ومنه الى لما تجمعت وصارت فكره واحده، اللي هي ان حنا نروح البقاله ونشتري تايد وحق المواعين هذا الليفه. كلنا قمنا نجمع فلوس، وتعرفون كذا وحنا صغار ما عندنا فلوس يعني، واحد يعطي ريال، ريالين، 3 ريال، 4 ريال، لما جمعنا فوق ال10 ريال وقدرنا نجيب الليفه وقدرنا نجيب صابون تايد. اخذنا الاغراض وعلى طول على البيت، رحنا بيتنا حنا، وصلنا البيت وجبنا الشخص هذا الاسود، وتجمعنا عنا تقريبا 6 أو 5، لان في واحد كان مشغول وما جاء. دخلناه البيت وجبنا الهوز هذا حق الماي وقربناه من الشخص عشان نعطيه مويه كذا مع تايد ومع فركه يطلع يعني ممكن ابيض يعني، توقعنا يطلع ابيض، لكن عليه يلا. الزبده ان احنا فركنا فرك لما حسينا انه هو ابيض، حسينا انه هو صار ابيض. من وشو؟ من الصابون يعني. لاحظ انت حطيت الصابون كذا تطلع رغوه بيضه، فحنا حسبنا ان الرغوه خلاص خلته ابيض، ان الرغوه صار جلد يعني. فمن النهايه قلنا خلاص ما دام انه صار ابيض يعني، وجهه صار ابيض وفي رغوه، ما درينا انها رغوه لكن قلنا انها بشرته، فقلنا خلاص صار ابيض، خلاص نجحنا بالعمليه. وطبعا وقتها الشخص هذاك كان يبكي بكاء من الليفه اللي حكت وجهه حك، الى من طلعت الرغوه طال عمركم وصار ابيض. لكن راح غسل وجهه وكل شيء رجع نفس حالته، ما في فايده. بعد هذا كله الشخص هذاك الاسمر راح لبيتهم. يوم راح لبيتهم ابوه لاحظ الشمخات اللي في وجهه، الشمخات اللي جات من الليفه. قال له ابوه مين اللي سوى لك كذا وش السالفه؟ متاوش طول السالفات. قام يتاوش معه، قال له لا اخوياي سووا لي كذا ويبغوني اصير ابيض، وجابوا ليفه وصابون تايد ومدري ايش. المهم ان الابو هذاك جاء وما خلى عصا في الارض وفي الكون الا وجابها وجلدنا فيها. وفوق كل هذا جاوا ابائنا كلهم تقريبا وجلدونا جلد، ما خلونا بحالنا. والزبده ان كل واحد بجسمه جاته وسمه يعني. انا جتني وسمه في مكان يعني، وذاك جاته وسمه مدري وين، وذاك جاته مدري ايش. انا والله جتني وسمه ثانيه هنا بعد لو تقدرون تشوفونها، كانت عصا. يلا ما عليه، مضت الايام والشخص هذاك الاسمر ما قمنا نكلمه موليه، لان خلاص نكبنا في حياتنا ونكبنا في دنيتنا واخرتنا. من بعد ذاك اليوم تقريبا اغلب الجروب تفرق، ذاك الاسمر ما حد قام يكلمه، صاروا يتركونه، وانا صرت امشي لحالي بالحالي، خلاص ما امشي معه تقريبا. ومضت السنين الى من وصلنا الى حالتنا هذه وبس. وفي النهايه احب اقول اللي بشرته سوداء ولا بشرته بيضاء ولا بشرته بنيه ولا بشرته زرقاء، الله خلق كذا، والله
خلاك كذا لأنه هو يعرف مصلحتك، وهو اللي أشاء أنك تكون كذا. وربما أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ارضوا بالقضاء والقدر اللي كتب لك إياه الله. وهنا وصلنا إلى نهاية مقطعنا. الله يوفقكم، والله العظيم إنكم 250 أو 230 ألف شخص بقلبي. ربي يوفقكم في دنيتكم وآخرتكم. هذا أنا صايم وبس كذا انتهينا. حساباتي سناب شات والانستغرام، خلينا نخشي شوي كذا. سناب شات والانستغرام، ضيفني انستغرام ترى يعني في 23,000 يعني، تخيلوا مرة قليل. تعالوا يا أخي شرفوني. والسناب شات بعد تعالوا، حياكم. هذا سناب شات. الله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم على خير، وانتبهوا لأنفسكم، والسلام عليكم. اعترف ان تصرفي كان غبي. الغريب في الموضوع ان فضولي ما شدني وما صدقت كلام الجرايد هذا، وهمي الوحيد اني ازور قبر جدي بما اني احبه من طفولتي، وكان بالنسبه لي الاب الحنون. رغم اني ما ذقت حنان ابوي، كان دايم قاسي معي ويأذيني. عشت حياتي بالشكل هذا لين اقتنعت فيها، وما عاد صار يهمني شيء غير جدي.